البطولة السعودية. ضربة زاوية للفريق الوطني قسم سارة تكنوت في مهمة لنقل الكرة والخطورة في منطقة جزاء منتخب بوتسوانا. تمرير الكرة لكن تدخل الدفاع البوتسواني. تعود الكرة من جديد لإيمان سعود لكن ضاعت منها من جديد للفريق الوطني الحاج. التدخل من دفاع بوتسوانا بالمرة باليتسي ناوسي للفريق الوطني الذي يحاول احتكار الكرة. زبيدة بسطالي تجربة قصيرة لها في البطولة الإيطالية لما قررت أن تزور شقيقتها. استقرت هناك في إيطاليا وحملت قميص ناديين إيطاليين في دوري الدرجة الثانية لكي تعود بعدها للمغرب. كانت لا تجد أيضا في البطولة التركية تجربة قصيرة في تركيا. اللاعب اللي كانت بداية الجيش الملكي لعبات الشباب المحمدي واليوم تحمل قميص الوداد الرياضي زبيدة بسطالي وتنال فرص اللعب كرسمية في الفريق الوطني في هذه المباراة. تحول من إيمان سعود من الطرف أيمن سعود الموهوبة. ممتازة فكرة هدف أول يا سادة. نعم بنون النسوة ابتسامة جريدي الهدافة الكوليادور لاعبة مميزة جدا. قلت بالنسبة للاعبة ابتسامة جريدي عن حارسة مرمى منتخب بوتسوانا. كرة مشتركة تتحول من جديد لإيمان سعود. إيمان ترجع خطوة للوراء نحو حنان لإيمان سعود. سعود نقل الكرة عرضية. الكرة العرضية قد تفي بالغرض. كرة في منطقة الجزاء. جول مغربي لقاسي سارة تبدأ من جديد بقميص المباراة. الكل يحاول أن يدعم الفريق الوطني للسيدات في هذه المباراة وفي هذا التحدي أمام المنتخب البوتسواني. ضربة زاوية تلعب تكنوت سناء وتكنوت. يلا تكنوت تبحث عن العرضية. تكنوت منطقة الجزاء المتابعة من قاسي سارة. إبعاد من دفاع منتخب بوتسوانا. بسطالي في القائمة الثاني. صراع متواصل لازم الضغط بشكل أكبر. هذه كرة بسطالي. يلا بسطالي كرة للفريق الوطني. الثالث يا سادة. الثالث أيها السيدات من القدمي ابتسامة من الطرف الأيمن. هناك لاعب متحرر رقمه ممتاز سكينة وزراوي بالمهارة. تحاول أن تمر وزراوي تراوغ الأولى والثانية لكن تضيع الكرة في النهاية وتدخل لاعبات منتخب بوتسوانا لحارسة المرمى وسيجا. ثلث ساعة تبقت عن نهاية المباراة والنتيجة على حالها والأوضاع كما هي في مباراة الفريق الوطني أمام منتخب بوتسوانا الذي يحاول غلق كل المنافذ. ممتازة بوتسوانية. كرة صعبة لمنتخب بوتسوانا. فرصة صعبة لبوتسوانا في الجولة الثانية من هذه المباراة. بوتسوانا البحث عن الحلول. الحل التسديدة ممتازة جدا. الهدف لمنتخب بوتسوانا. شوف سرعة الارتداد في الكرة الماضية وكيف تتمكن